نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها، وشفيعنا يوم الحساب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الأفاضل الكرام، في هذه النشرة التي تخص الحالة الجوية بالجزائر، وكما حذرت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية من تساقط أمطار رعدي وهبوب رياح قوية في العديد من المناطق ولايات الوطن، وخصوصا في شمال البلاد. وكما أشار التنبيه للمصلحة ذاتها أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من تلمسان، عين، تموشينت، وهران، مستغانم، شلف، تيبازا، العاصمة الجزائر، بومرداس، تزوزو، بجاية، جيجل، بويرة، البليدة، الندية، عين دفلة، تيسمسيل، تيار، تكليزان، معسكر سيدي بلعباس. كما يرتقب بإذن الله أن تعرف البلاد رياح قوية تخص كل من الأغواط، برج بوعريريج، بجاية، عنابة، سطيف، سكيكدا، البيض، جيجل، طارف، إضافة إلى الجزائر العاصمة سيدي بلعباس، تيبازا، تيسمسيل، كليزان، مسيلة، تيار، تزوزو، شلف، مسغال، تيموشين، الجلفات، المسان، عين دفلة، ندية، سعيدة، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران، بليدة. في حين ستصل سرعة الرياح حسب نشرة خاصة من الديوان الجزائر من مصلحة الأرصاد الجوية إلى 70 كيلومتر في الساعة، وأحيانا تفوق هذا العدد. وكما سيكون البحر شديد الهيجان، وهذا على طول الشريط الساحلي حسب النشرة الجوية التي وضع الديوان باللون البرتقالي. ودعت من جهتها الحماية المدنية باتباع التدابير اللازمة على إثر النشرة الجوية. وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، دعت المصالح لتجنب الحوادث المنزلية وحوادث المرور المرتبطة بالتقلبات الجوية الناجمة عن الرياح. ومنه ستشهد الوضعية الجوية تغييرا شاملا في الطقس بداية من مساء هذا اليوم إلى غاية يوم الأربعاء بحول الله، بقدوم اضطراب جوي نشيط الفعالية محمل بكتلة هوائية باردة، أمطار غزيرة وثلوج تكون أكثر اعتبار بداية من يوم الأربعاء على كافة الولايات الشمالية للوطن، مع أجواء جد باردة وتراجع محسوس في درجات الحرارة. كما أن المرتفعات الداخلية التي تفوق علوها 700 متر ستكون على موعد مع تساقط الثلوج بداية من ظهيرة يوم الأربعاء، خاصة المرتفعات تيار، تزوزو، البليدة، سطيف، بجاية، جيجل، والبويرة، وكذلك تيارت. وكما يتوقع بإذن الله استمرار هذا الطقس الممطر مع تساقط الثلوج والرياح، خصوصا يوم الخميس ويوم الجمعة، وكذلك يوم السبت بهذه الولايات التي ذكرناها من قبل. وكذلك توقعات يوم الأحد بحول الله أن تبقى الأجواء ممطرة مع تساقط الثلوج واضطراب جوي قادم بحول الله خلال الأسبوع القادم، وسنوافيكم بهذه المستجدات خلال نشراتنا القادمة بحول الله. كما يرتقب بإذن الله 22 من يوم الأحد جونفي 2023 اضطراب جوي محمل بكتل هوائية مع تساقط الثلوج، خصوصا في تزوزو، جيجل، بجاية، سطيف، وخنشلة، وتبسة. وكذلك كما يرتقب بإذن الله يوم الاثنين بحول الله استمرار هذا الطقس الممطر، وكذلك يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. وإلى هنا تنتهي نشرتنا، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وموعدنا يتجدد في نشرة أخرى بحول الله، وسنوافيكم بهذه المستجدات هل ستتغير أم تبقى ثابتة بحول الله. واللهم أغثنا غيثا نافعا عاجلا غير آجل، بيده الخير وهو على كل شيء قدير.